ايه دول يا اختي؟ رجاله ورق. ما شاء الله ما شاء الله. لا ده انت بقيتي عال قوي ومتوصيه على الاخر، وباين عليكي مش عايزه تجيبيها البر، انما يمين بالله 3 يا سعديه. طب و80 يمين على يمينك يا بسيوني. ايه بتقولي ايه حضرتك؟ 80 يمين على يمين انا؟ قال ان قلت ما تخاف وان خفت ما تقول. والله عال عرفتي تتكلمي يا سعديه. يا اخويا كتر البكا يعلم النواه. ايوه ويعلمك تقولي لجوزك 80 يمين على يمينه. يمينه شماله كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. بقى ده كلام واحده عندها ريحه العقل يا عالم. يجي منين بس العقل يا اخواتي؟ ده انا فاضيه خلاص يا بسيوني، مش ناقص غير اني اموت لاجل ما يخلى لك الجو. ايوه سمعي بينا الجيران يا سعديه، سمعيهم. هو انت عايزه ايه غير كده؟ ابدا انا مش عايزه كده ابدا يا بسيوني. انا نفسي اعيش واقفل بابي عليا وابقى ست بيتي، مش ابقى ملطمه لحضرتك مره وللبقال مره والجزار والديانه وصاحب البيت. اهي الدنيا على دي ودي. بس انا عمري ما شفت غير دي، عمري ما شفت معاك غير البهدله وقله القيمه والشقوره والنقوره من الجيران. طب ليميها بقى وعلى يا سعديه، واللي وقع يصلى. اللي وقع الدشتش خلاص ورميه ثواب يا اخويا، والمايل عمره ما يتعدل. هو اللي فيه داء القمار ينساه يبطله. انت لسه هتقولي لي قمار وكلام فارغ من ده؟ امال اقول لك ايه بس يا بسيوني بعد ما قشطتني وخدت حتتين الصيغه اللي طلعت بيهم من الدنيا، ودينا هو بقيت على البلاط. اللي عاجبه من الكحل يتكحل بيه يا سعديه، واللي مش عاجبه من البيت ده يرحم. ومين قال لك ان انا قاعده لك في البيت يا بسيوني؟ انا سايبهولك وحياتك اما اشوف هتعمل ايه. هي الناس لما بتكبر بتعقل ولا عقلها بيخف؟ يا عم عفيف افندي. لا عفيفي ولا غيره، انا راجل طول عمري جد. الكلام المدهن ما احبوش ابدا، اللف والدوران اكرههم، ما احبش غير الدغري، لان الدغري تحتار فيه الناس وباصول. ايوه قول له والنبي يا سي عفيف افندي. ويقول له ليه بس يا سعديه يا بنتي؟ هي الحكايه عايزه قواله ولا عياده؟ هو مش عارف بيعمل ايه فيكي، مش عارف هو ماشي ازاي يا اخواتي. يا راجل راقب ربنا في البت الغلبانه اللي مستحملاك وساكته. واحده غير سعديه؟ طب ومن نبي لا كانت لمت عليك الناس. وعلى ايه بس يا جماعه؟ على ايه؟ على ايه؟ على اعمالك يا اخي، على سهرك الليالي يا اخويا، على بعزقه مهيتك في القمار والكلام الفارغ، على سيبانك مراتك يومي على الحميد المجيد. لا تهش ولا تنش ولا تقدر تطلب حاجه. ده انا غلطت وطلبت منه حاجه ما خدش منه غير اعذريني يا سعديه، ظروفي يا سعديه، حظي كان امبارح وحش على الترابيزه يا سعديه. بقى ده كلام يا راجل؟ ولا دي عمايل ناس يا اخواتي؟ ثم هتعمل ايه سعديه المسكينه في حاله زي دي؟ البيوت يا ابني طلباتها كتير قوي، كفايه اني بتهرب من الناس، واذا اشتكيت مره يقول لي اتصرفي يا سعديه. ايوه يا اخي تتصرف ازاي المسكينه دي؟ ومع مين بس ولا مين؟ ما ترد عليها يا سيباسيوني وصرفها انت. وارد عليها ازاي بس يا عفيف افندي ما دام لقيت لها حمايه وناس بتدافع عنها؟ يا ابني احنا على كل حال جيرانكم برضه، والجار يا ابني اقرب من الاهل يا حبيبي، وغرضنا راحتكم وبس. راحتنا؟ تيجي منين الراحه بس يا عم عفيف افندي؟ ودي ست دماغها ناشف ومش عايزه تتفاهم ابدا، ولاش عايزه تسمع الكلام. انت حوالي الكلام ينسمع يا بسيوني، الله يرحم يا اخويا. شايفين؟ سامعين بتقول ايه؟ سامعينك انت قبل منها. انا نفسي اعرف بس ايه الكلام اللي انت قلته لسعديه وسعديه ما سمعتهوش؟ قلت لها 1000 مره شويه مني وشويه منها، اهو المركب تسير. تسير ده ايه؟ شويه مني انا؟ هو انا بقى حلت حاجه يا اخواتي؟ هو انا بقى حلت حاجه يا بسيوني عشان اديها لك؟ هو لازم تديني يا سعديه ولا ضروري يعني تكبشي وتفرغي في جيبي؟ انا عايز الكلمه الطيبه منك، المنطق الحلو، مش الكلام اللي يقلب دم الواحد ويسود الدنيا في وشه. انا اسمع كلامك يعجبني، اشوف امورك استعجب واضرب كف على كف. على ايه بس يا جماعه؟ على ايه؟ على كلامك يا اخويا ده اللي بينقط شاه. معلش يا جماعه اصل الكلام ببلاش. خلوه المره دي بفلوس وعلى ضمانه سي عفيف افندي والست جليله مراتي. الضامن غارم يا بسيوني. وانا سداد وحياتك. شوف يا اخويا الراجل ده حلبنا معاه ازاي. مش بقول لكم ده محدش يغلبه ابدا. لا يا سعديه، كلمه المعروف هي اللي بتغلبني. أيوة بس والتفاهم
والقفه اللي ليها ودنين يشيلوها 2. انا خلاص يا اخويا خلاص. وانا هريحك يا سعديه. مش بالكلام يا بسيوني. بالفعل وحياتك يا ست جليله. طيب. يعني السهر لا 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 لا، سهر ايه بقى امال؟ الله. وطلبات سعديه على عيني وراسي يا عم عفيف. وقرشك لبيتك ومراتك. واللي عايزه البيت يتحرم على الجامع. انت مش ضامنني يا سي عفيف افندي؟ بكره تشوف انا هعمل ايه مع سعديه، وهطول رقبتي معاك ومع الست جليله كمان. والقرش اللي بقبضه من شغلي من ايد الصراف لايدها على طول. يا بسيوني يا ابني، عمر الكذب ما كان له رجلين ابدا. ايوه حاج بدوي، اصل يعني الحاج بدوي مقاول، ورسماله مش فلوسه، لا سمعته وسمعة الناس اللي بيشتغل معاه، خصوصا حضرة وكيل المحل اللي بيقابل الناس وبيتعامل معاهم في غيابي. هو انا لا سمح الله عملت حاجه يا عم الحاج؟ ما هي لو حاجة واحدة بس كنت عدم المؤاخذة قدرت اسويها وعفى الله عما سلف، انما دي يا سيباسيون يا ابني مصيبة متلتلة وبتجرجر وراها مصايب كتير. مصيبه ايه كفل الشر؟ لعب الكارت يا بسيوني، القمار يا حبيبي، القمار. انا تبت على ايديك يا عم الحاج، تبت واضمن المره دي بس كمان. التوبة للي عايز يتوب يا بسيوني، للي يستوعظ بامبارح عشان فات بسلام ويبوس ايديه ووشه وظهر، اللي يلاقي حد يداري عليه غلطته عشان يحس ويتوب عنها. انما انت مش من الناس دي ابدا. طيب احلف لك بايه يا عم الحاج عشان تصدقني بس؟ ابقى ناقص عقل لو اصدقك، لاني قبل كده اديتك فرصة واتنين وداريت عليك وقلت اوصل عيشه يا واد يمكن يفوق له روحه، انما دي للكلب عمره ما ينقام. ايه الحكايه بس يا عم الحاج؟ جردت عهدتك يا بسيوني. عهدتي؟ المرة دي خفيفة يا ابني ومقدور عليها. يعني النوبة دي سماح يا عم الحاج؟ سماح يا بسيوني، بس خد امضي على الورقة دي. ورقة ايه دي؟ اقرار باستلام مكافئتك. لكن يا عم الحاج يعني امضي يا بسيوني في ستر وسلام، وخلي الأذية تيجي من غيري وشايل الله يعيش. يعني انت لعبت القمار بعهدتك وخسرت فلوسي انا، وانا برضه هداري عليك ولو ان ده غلط، انما مش هسيب لك مليم واحد بديته، هاخده من مكافئتك وهدي لك اللي فاضل وشهر بحاله كمان. ايوه لكن اروح فين انا دلوقتي بس؟ تتوب بحق وحقيقي توبه نصوح، واللي يتوب ربنا يتوب عليه. شفتي بقى يا سعديه؟ يا سلام عليك يا بسيوني، كلام الأمرة تمام. شفتي مش بقول لك انا يا سعديه؟ لا بقى، ده انت المرة دي عيني عليك باردة. عشان تعرفي ان الكلمه اللي جوزك بيقولها ما تنزلش الارض ابدا. يا حبيبي يا جوزي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا بسيوني. وادي يا ست كمان. ايه ده يا اخويا، فلوس تاني؟ اصبري على رزقك امال. اصل يعني ماهيتك اديتها لي كلها، تبقى الفلوس اللي فاضله معاك دي ايه بقى؟ ماهية الشهر الجاي واللي بعديه كمان يا سعديه. هو ايه يا اخت اصله ده؟ هو الحاج بيقبضكوا الايام دي 3 اشهر ويا بعض ولا ايه؟ اصل الاشياء معدن الايام دي معاه خالص، ومدام ربنا فرجها عليه اهو يبحبح ايده على الناس اللي بيخدموه. يا سلام، إلهي وانت جاهي يديك الخير يا حاج بدوي يا ابن حواء وآدم، ويبشبش ايديك زي ما بشبشت ايديا، ويهديك انت كمان يا بسيوني يا جوزي، ويملى بيتك بالخير. المهم دلوقتي يا سعديه يا حبيبتي، ايوه يا اخويا، اخويا، عملت بالوصيه وبيضت وشي مع سي عفيفه فندي اسم الله عليك مراته. طبعا. واللي علينا ديني سددته وزياده، ومعاكي فلوس شهرين لقدام نرتاح فيهم بقى من النائر وفرجه الناس وكلام الناس. بس انا اللي مش داخل دماغي حكايه ال3 اشهر دول اللي دفعهم مقدم. يا جليله ايه لزوم الكلام ده بس؟ صحيح والنبي يا سي عفيف افندي، انا دلوقتي بس يا اخويا لعب في عب الفار. يا شيخه لا فار ولا قطه، الاشياء هتكون معدن ان شاء الله. يا رب. ما تاخديش على كلام جليله. اقول لكم ربنا يخلف ظني ويفضل سيباسيوني على كده دايما، وتبقوا سمنه على عسل يا رب يا ست جليله، يا رب يا اختي. اهو ده الكلام الحلو اللي كان نفسي اسمعه منك، ونفسي كمان اقوله لسيباسيوني، لانه طلع راجل شهم صحيح. باقيه يا سعفيفي، باقيه يا اخويا، ومسير الوجوه تتقابل، واللي انت عايزه هتقدر تقول البسيوني. بس بقى اللي بدي اطمن عليه اكتر بعد كده خير، حكايه لعب الكارت والسهر. اهو ده الكلام. استنى على رزقك يا جليل لما نسمع سعديه هتقول ايه. والله يا جماعه علمكم في حكايه اللعب دي، اما السهر عارف ما هو مش ممكن يبطلوا مره واحده زي كده برضه.
على كل حال يا بنتي الهادي يهدي، ومسير يا بنتي كل المستخبي يبان. ونشوف سيباسيوني بعد ما يفوتوا ال3 اشهر اللي دفع فلوسهم دول رايح يعمل معاكي ايه بعد كده. اوه هات هات يا هات. اخواتي هو جرى ايه في الدنيا؟ مفيش حاجه اسمها الصبر. الصبر ده ايه يا اخويا؟ ايوه يا ست سعديه، الصبر مفتاح الفرج. ما تعرفوش حضرتك؟ ما جربتهوش؟ ما تعرفيش فوايده؟ الصبر وطولة البال. بس لحد امتى هيكون الصبر ده يا بسيوني؟ النهارده 15 في الشهر. لما يكون 50 ولا 90 يا ستي، ايه اللي هيجرى؟ الدنيا هتطير خلاص والناس يعني. اللي بتطالب دي، الناس دي هعمل فيها ايه؟ ولا هعمل لهم ايه يا ستي؟ اصبروا بقى. والبيت يا بسيوني يتطربع على اللي فيه. وحضرتك نعم. حضرتك واخده مني قبل كده مصروف 3 اشهر على بعض، خبطه واحده، دفعه واحده. اظن يعني مش كتير ابدا انك تصبري على جوزك 3 اشهر كمان عشان هو راخر يقدر يتصرف. ولا بس شاطره في هات فلوس، هات بس وهات. استنى 3 اشهر يا بسيوني من غير ولا مليم معايا، حرام عليك. و3 سنين كمان يا ستي. وايه بقى اللي واحده زي حالاتي تقدر تعمله في المده دي بس؟ بتساليني تعملي ايه؟ اتصرفي يا سعديه. يا بسيوني يا حبيبي، انت هترجع تاني لكلمه تتصرف يا سعديه؟ افهميني يا سعديه يا حبيبتي، قدري ظروفي، ما تخلينيش اتكلم اكتر من كده. انا مأزوم متضايق، ايدي ناشفه، حظي ملطش خالص. مش عايزك تطلبي مني اي طلب في الكام شهر اللي جايين دول. اتصرفي بس وخلاص. وانت يا بسيوني انت؟ انا ايوه انت. انا خارج عشان عندي ميعاد مع واحد صاحبي. الغرابة انت يا بسيوني. ايه انا ايه بس؟ محبكها حبتين، تعب روحك وتعب الناس معاك. ازاي بقى؟ شايل الدنيا على دماغك وزاعق مع انها ما تستحقش. امال ايه اللي استحق يا السيد؟ صحتك يا اخي، صحتك. بقى حضرتك عارف المصايب اللي انا فيها دي كلها ولسه بتقول لي صحتك؟ ما دام الصحة بوم كل شيء يتدبر. يتدبر ازاي بس؟ دي الحالة كل يوم بتتلخبط عن اليوم اللي قبليه. مفيش شغل، مفيش مكسب، الظهر وحش، محدش بيدي حد حاجة. شحة الشحات يا بيه، شحة الشحات. ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ ما سمعتش؟ بتقول لك ما تشحت الشحات يا بيه. والشحات ده عاوز له واسطة ضروري. وحضرتك بتشتغلي محصلة للشحات؟ انت هتقضيها يا اخي ولا يمكن عايز يناسبني؟ يا ستي انا لا بقاضي ولا عايز اناسب، انا عايز تشحت الشحات يا بيه. بس انا شايف يعني قدامي ست هانم شيك. ميرسي قوي يا بيه. مش شايف الشحات اللي بتقولي عليه ده؟ اسم الله على عينيك يا بيه، ما هو الشحات قدامك اهو. الطفل اللطيف ده ايوه يا اخي شحات. ايوه بس يعني ده انت هتضيع وقتي ليه؟ ايه وقتك؟ ايوه يا اخي وقتي. اظن فاكرني فاضيالك اقعد الغيك ساعه واشرح وافسر. هتشحت الشحات يا بيه ولا اروفوار عليك؟ ايوه بس انا شايف يعني ان الطفل ده شيك زي امه على سنج 10 مش كده؟ تمام. بيني وبينك انت باين عليك جدع مناكف، لا نافع ولا شافع. وانا وقتي بفلوس يا بيه وحرام اضيع وقتي معاك. رفوار عليك يا بيه، وربنا يحنن من غيرك على الشحات. الشحات شحت الشحات يا بيه، شحت الشحات يا بيه، يا بيه عشان يعيش الشحات يا بيه، شحت الشحات عشان يعيش الشحات. والمصيبة ان الناس بتديها بتكسب. ده باب رزق واسع قوي وهي اللي كسبانة. وياما ناس عايشين على كده بيتاجروا في الحنانة يا سيباسيوني يكسبوا. دول غرقانين فلوس يا صاحبي، هما واللي وراهم. دول عصابات لها تنظيم وترتيب وخطط. ايه كده؟ ومناطق نفوذ ومعلمين وبلطجية وراهم بيحموهم وعايشين على حسابهم ولهم مرتبات ثابتة منهم. مش ممكن ابدا. هو ايه اللي مش ممكن ليه بس يا سيباسيون؟ اذا كانت دي هي الحقيقة. ايه؟ على رأي المثل الشحاتة كيمياء، دي بتجيب دهب. بس المهم يا صاحبي اللي يشحت مش يمد ايده زي ما احنا عارفين ايام زمان. في طرق تانية يا سيباسيوني. طرق تانية؟ ايه الكلام ده؟ هو ده الكلام الجد، ده هو الحاصل. الشحات النهاردة لازم يجدد ويكون له اسلوب تاني في الشحاتة، يطلع بحاجة ما عملهاش حد قبله ابدا. واديك شفت الهانم الموضة اللي كانت معانا من شوية. ايوه كانت بتشحت للشحات يا بيه. يا بيه شحت الشحات عشان يعيش. هو انت
معرفة قديمة. طب روح لحالك بقى احسن ما يحصلكش طيب في يومك اللي زي بعضه ده. الله الله الله، ليه كفالة الشر؟ قاطع سبحي من امبارح زي دلوقتي وقاطرني معرفش ليه. انت ناسي ان ورايا رجاله تاكل اللحم. الله الله الله، ايه الداعي بس للكلام ده كله؟ عشان حشري. ايه الحكايه؟ تكونش حليت لك الشغله وبدك تتعلم الكار؟ يا ريت. طب اتهوى يا اخويا عدم المؤاخذه وقفلها على كده وبلاش تريقه على خلق الله. وشرف انا بتكلم جد. هو فين الجد ده يا جدع انت؟ في كلامي اللي سمعتيه دلوقتي يا نوسه. لا ونوسه كمان؟ ده انت خدت عليا قوي يا اسمك ايه؟ بسيوني، اسمي بسيوني. اللهم طولك يا روح. اسرب المفتشر كده يا سيباسيوني. نتفاهم. على ايه يا اخويا؟ على الاتفاق. لا ده انت لامد قوي يا ده انت. دي شهاده مدهشه، يعني يجي مني لو اشتغلت. ها انت ما تجرجرنيش بقى وجرجر رجلي معاك وكفايه اخد وعطا. ما دام بفايده خلاص. يعني بدك تطلع فيها وتقايس على عمرك بصحيح؟ ايدي على ايدك ومن دلوقتي. شوف يا اخويا الراجل مصربع ازاي. خير البر عاجل وانا جاهز اهو ومستعد. حيلك حيلك حيلك. انت فاكر الحكايه ايه؟ جهجهون كده من غير تعليم من غير عاهه مستديمه. ايه من غير ايه؟ ما تتخطش كده امال بلعريقك. اصل ما فيش حلاوه من غير نار. وهي دي الحلاوه دي؟ والحلاوه بجد انك تفهمها وهي طايره. وكارنا يا سيباسيوني من غير عاهه يفتح الله. طيب والعاهه دي تبقى زي ايه مثلا؟ لا 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 حاجه بسيطه قوي قوي. شلل نصفي. اعوذ بالله. ايد مجبسه. يا ساتر. مقطوعه. ايه بتقول ايه؟ رجل بعكاز عين واحده. ايه ده كله ده؟ عده الشغل يا سيباسيون. امال انت فاكر ايه؟ حلاوه من غير نار؟ ايوه بس انا كنت فاكر يعني. لا ضروري العاهه يا سيباسيون. ودي زي ما بقولك كده تذكره الدخول. بس يعني مش حرام كل ده؟ ايوه هي حرام صحيح لو تكون حقيقي. يعني هي ايوه عاهه طيوري كده زي شغل السيمه. قصدك مكياج يعني. اديك فهمتها لوحدك اهو. طب والمكياج المهبب ده يتعمل ازاي؟ ده بقى شغل المعلم بعد ما يفحصك وتنجح في كشف الهيئه قدامه ويشوفك تنفع في ايه وبعد كده تستلم الشغل وتتفق معاه على المعلوم اللي ياخده منك كل يوم ويقعدوا مراقبينك كام يوم. ايه يراقبوني ليه؟ ما انتش عارف ليه؟ لا. احسن تزوغ يا حدق وتطلع عينك فارغه وتدكن الإيراد وما تدفعش للمعلمين. فهمت بقى يا حظ؟ فهمت. وقلت ايه؟ اللي اوله شرط يا نوسه اخر نور يا بسيون. وياك على المعلم من دلوقتي احسن مقشط وعلى الحديده ومحتاج فلوس. ادي جنيه 2 3 5. بس عندك. واللي بين صوابعك ده يا ست نوسه ما يتعدش ولا ايه؟ لا ده انت فتحت قوي يا سيباسيوني. من 10 الأوم. انا النهارده ما بقتش غريب عنكم. ما غريب الا الغريب. بتقول ايه يا بسيوني؟ عايزنا دور اشحت معاك؟ اديك عرفت اهو. وهتشتغلي معايا غصب عنك ولا خليكي تموتي من الجوع؟ اموت من الجوع؟ ما حدش بيموت من الجوع يا بسيوني. ما يحصلوش كده الا اللي زيك بس. واللي زي سعادتك بقى. اللي زي حالاتي انا يا اخويا ما دام عارفه قيمتها وكرامتها لازم تلاقي لها حل. ايدي على كتفك. ده اذا كنت هخرج اشحت معاك. ايه يعني فاكره انك تعيشي على حسابي وانا اشقى عليكي ليل ونهار؟ ان ما خرجتيش بالذوق انا هوريكي تخرجي ازاي. انا خارجه يا سيباسيوني بس مش معاك. إيه؟ انما خارجه خالص من البيت مش راجعه خالص. وخليك في سكتك وشوف ايه هتكون نهايتك. عاجز ومسكين يا بيه. ومعانا 6 من الاولاد يا بيه. بص بعينك وارحم بقلبك. ما حوجنيش لكده غير المرض. والله يا بيه كموظف في شركة محترمة ربنا ما يحكم عليك بالمرض. يا أهل المروءة والكرم يا أهل النجدة لله. عاجز يا بيه. البوليس. اهرب يا بسيون اهرب. ما تتحركش من مكانك انت وهي.
هو انت بسيوني والله وقعت؟ ومين اللي معاك النهارده دي؟ انا يا بيه نوسه. تبت والله يا بيه. امبارح كنتوا عاملين هانم وبيت نشلت فلوسهم وهم مسافرين، واول عيان ومغمى عليه ومراته بتستنجد بالناس، والنهارده اعمى ومش عارف ايه قدامي. انا في عرضك يا انت بيه. هيتعمل لك محضر معلش والله وانت على المؤسسه. اخر مره ونبي حضرة الظابط، اخر مره يا بيه. ارجوك يا حضرة، الحنان بتاعكم مع الاشكال دي هو اللي بيشجعهم ويخليهم يخدعوكم ويظهروا لكم كل يوم بشكل اسلوب جديد عشان تدوهم، وهم ياخدوا ويبقوا عار في جبين مجتمع نظيف. بس يعني لازم تساعدونا في تطهير المجتمع من الاشكال دي. الثواب فيهم انكم تطردوهم وتطردوهم عشان يعرفوا ان وجودهم غير مرغوب فيه، وسيبوا القانون بعد كده يوريهم ايه جزاء العاطلين محترف التسول وخداع الناس. اخر مره ونبي يا بيه. تبت والله العظيم 3 يا بيه. شدوهم على البوكس هما الاثنين وشرفك انا وقوام عشان نلم الباقيين. والله العظيم تبت يا بيه اخر مره وشرفك يا بيه. عم عفيف افندي. مين؟ بسيوني؟ بسيوني؟ ايوه بسيوني يا ست جليله. عاش من شافك يا ابني. ارتاح يا سي بسيوني، اقعد استريح يا ابني. مالك كفل الشر؟ لا مفيش حاجه، بس سعديه مراتي عزلت من هنا. والله يا ابني سعديه ايه مالها؟ لا ما تتخضش يا ابني، سعديه بخير. امال هي فين امال؟ انت اللي كنت فين يا بسيوني؟ انا كنت في الاصلاحيه يا ست جليله. ايه كده؟ وعلى الله تكون اتعلمت. اتعلمت وناوي برضو. لا توبه نصوحه من القلب. الحمد لله. بس انا بدي اعرف سعديه فين؟ هي فين؟ سعديه يا ابني في اسوان. بتشتغل يا ابني مضيفه في الكنده هناك، ومبسوطه قوي وبتكسب لقمتها بعرق جبينها. ايوه سعديه تستاهل كل خير. وانت كمان يا بسيوني يا ابني. انا خلاص انتهيت. واللي انتهى ده ليه ما يبتديش من جديد يا ابني؟ ابتدي من جديد؟ ازاي يا عم عفيفي؟ ازاي يا ابني؟ اذا كانت البنت ما سألتش وما قالتش ازاي تبتدي حياتها بعد ما انت سبتها، يقوم الراجل يسأل؟ روح انت كمان اسوان يا بسيوني يا ابني، ده الشغل هناك كتير قوي. ايه اسوان مره واحده؟ ليه لا يا بسيوني؟ انت مش راجل؟ راجل يا عم عفيف افندي، راجل وهبتدي من جديد. يعني مش راجل ورق؟ لا، وهم رجاله الورق دول يقدروا يعيشوا في اسوان يا عم عفيف. اسوان عايزه رجاله حديد. ايوه رجاله حديد تاكل الحديد وتنسف الصخر وتبني المجد من جديد. رجاله عايشه عشان تخدم الوطن وتبنيه من اول وجديد.